إذن السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في قناتكم أوريز نيوز في هذا التقديم لمباراة مانشستر سيتي ريال مدريد إياب دور نصف النهائي عصبة الأبطال الأوروبية في استاد الاتحاد، ملعب الاتحاد بمانشستر سيتي. هذه المقابلة هذه اللي كيطمح فيها غوارديولا أنه يكسر عقدة ريال مدريد بعد مباراة الذهاب، واخا بزاف د الإصابات كاينين عند مانشستر سيتي، ولكن غوارديولا غادي يعرف كيفاش يتغلب عليها في المباراة المقبلة. ريال مدريد دائما ما تيكون خصم صعب في دوري ابطال اوروبا، واخا تيكون في البطوله ناقص بزاف وما كيديرش نتائج ونهزم امام فياريال وما كينافسش على البطوله حاليا لان البارسا هرب عليه بزاف ديال النقاط، ولكن كيبقى دائما منافس خاصم دائما ملي كيتلاقى مع الفرق الكبار. ريال مدريد تيكون كبير. وبالنسبه لمانشستر سيتي، طريقه اللعب اللي دار غوارديولا انه الاستحواذ على الكره مع ريال مدريد. الى عندك لاعبين بحال بنزيما وفينيسيوس لاعبين صراع، فاكيد بان غادي يكون هناك الفارق كبير وغادي تسجل عليك اهداف في المرتدات، لان الدفاع ديال مانشستر سيتي تيكون مخلخل وما تيكونش ثابت. يعني الحس الدفاعي ما تيكونش عند اللاعبين تاع مانشستر سيتي. ملي اللاعب ما تيكونش عنده الحس الدفاعي دائما تيطل الهجوم، اي هجمه مرتده كتكون 90% غادي تسجل، وهذا الشيء اللي كيوقع للفرق الكبار بحال البارسا، دائما كيتسجل عليها الاهداف حيت ديما كدير الضغط، واللاعبين ديالها من الدفاع للهجوم عندهم حس هجومي، كلهم كيلعبوا في النص التيران الخصم، والنص التيران ديالهم ما تيعرفوش يدافعوا عليه، ماشي ما كيعرفوش يدافعوا عليه بالطريقه ديالهم، ولكن الحس الدفاعي كيمشي لهم في المباراه. اذا الاخوان بلا ما نطول عليكم، نتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى نشوف مقابله كبيره في لقاء الاياب مانشستر سيتي ريال مدريد. الى فيديو اخر، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.